يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده الفيديو بتاعنا غريب شويه. انا روحت لست الكل وزي ما انتم شايفين كده في معانا وصفتين النهارده. هنعمل الوصفه كده سريعه، وطبعا انا روحت عند ماما، وانتوا عارفين طبعا عند ماما يبقى اللي هي عايزاه يتعمل. انا روحت لقيتها مجهزه لي لحمه مفرومه ولحمه سليمه، وقالت لي اتفضلي بقى ورينا همتك وهتعملي ايه. رحت ماسكه كده بقى اللحمه اللي هي السليمه. بصوا شايفين اللحمه دي شوي، تمام. طبعا ما اقدرش اقول للست الكل لا، طلباتها اوامر. اللحمه دي هي الشوي بتكون رقيقه كده، ما تكونش مليانه قوي عشان دي هتتعمل كباب، تمام. ولازم يكون فيها نسبه الدهون اللي هي جواها دي ما تكونش حمرا خالص. طبعا انا مسكت اللحمه قطعتها كده زي ما انتم شايفين قطع. عايزه اقول لكم هي اللحمه رقيقه مش تخينه خلاص. وطبعا احنا عشان انا ما كنتش فاضيه، يعني عايزه برضو اقعد معاها شويه، فقلت بدل ما نشويها في البيت وكده انا تبلتها لبابا. وبعد كده هو خدها معاه كده حته دهنه اهي، وهو بقى هياخدها بعد ما هتبلها له وهسيبها له شويه في التلاجة 4 5 ساعات، او حتى بيتيها لو انت حابه. وهو هياخدها يشويها عند الحيتي. احنا بقى ممكن نشويها في الفرن عادي، نشويها على البوتاجاز لو في شوايه مفيش مشكله. جبت 3 4 بصلات كده زي ما احنا شايفين، وعايزه اقول لكم بقى ايه، فرمتهم فرم مبرح، تمام. عشان احنا عايزين ناخد منهم عصارة المية بس بتاعتهم، مش عايزين اللي احنا نفرمهم يعني اكننا هنعملهم لحواوشي او حاجه، لا احنا عايزينها ان هي مبشوره خالص. طبعا لقيتها كده ايه، ما بتتبشرش معايا تمام التمام يعني. رحت جايبه ايه، جبت ربع كوبايه ميه كده صغيره، فتحت كده لقيتها ايه لسه ما اتفرمتش قوي. جبت ربع كوبايه بس ميه صغيره، بحيث ان هي تساعد البصل على الفرم، والبصله تنزل لي ميه، تمام. بس كده يا ستي، رحت جايبه بقى ايه، فرمتها كده كويس كويس جدا جدا. وبعد كده بقى رحت واخداها مصفياها تصفيه، تمام. عايزه اقول لكم بقى، جبت الصفايه دي عشان اصفي فيها، بس لقيت ايه الصفايه دي بصراحه مش مساعداني، فاضطريت ان انا اسرق ماما. انا في الفيديو ده يعني ايه عملت حاجات، وبقى ايه ربنا يسترها عليا. المهم يعني انا قعدت اصفي فيها كده، لقيتها مش مساعده معايا بصراحه. رحت جايبه ايه الصفايه التوأم اللي هي زي الصفايه بتاعتي، احنا جايبين اتنين زي بعض مع بعض، تمام. رحت مصفيه فيها بصراحه، هي تقريبا كده ما كانتش لسه استخدمتها. انا بقى طلعتها، انا بدور وانا في المطبخ كده بتفحص المطبخ، والحاجه الجديده اللي هي ما استعملتهاش او مطلعاها على طول مستعمليها من غير ما اقول، من غير ما استأذن. المهم بقى خلصت كده، طلعت ميه البصله، وجبت بقى علبه زبادي. بصوا بقى التتبيله بتاعت اللحمه النهارده ما فيهاش اي افتكاسات خالص. هي اللحمه المشويه بتكون كده، هي واحده زبادي وشويه فلفل اسود وشويه ملح، وما نكترش عشان اللحمه تستوي معانا. ما فيش بقى خل ولا اي حاجه خالص. وهعمل بقى ايه، هخلط بقى كل ده كده مع بعضه كويس. طبعا المعلقه ما ساعدتنيش، قعدت ادور على المضرب الجديد اللي ماما جايباه، وبرده انا عايزه اسالها عليه هو فين. إيه فين بقى يا ماما المضرب؟ عشان انا ايه دورت ما لقيتش، رحت جايبه المضرب ده، قلت مش مهم ايه، بس انا بصراحه كنت عايزه استعمل الجديد، يعني كله جديد في جديد كده يبقى حلو. المهم روحت بقى خلطه الزبادي بقى مع الفلفل الاسود والكلام ده كله، وهنتبل. وزي ما قلت لك، انت عايزه بعد الوصفه دي تسيبيها بايته في التتبيله بتاعتها، وتشويها انت في الفرن على شبكه الفرن، او لو عندك شبكه زي اللي شوينا فيها الفراخ دي، او تشويها على البوتاجاز براحه راحتك. بس كده يا ستي تبلتها. وعملت بقى ايه، عملت جريمه تانية في الفيديو ده، ايه هي؟ رحت جبت الاسترتش راب من غير ما اقول لها ولا استأذن. فتحت المكان، طبعا انا عارفه الاماكن اللي هي بتشيل فيها الحاجات دي بتخبيها، يعني بمعنى اصح انا بقولها كده. إيه، رحت رايحه بقى جايبه. المهم بقى سبتها في التتبيله، وده كده بعد ما خلصت ما شاء الله عملت جنبها بطاطس وعملنا جنبها رز. بصوا بقى اللحمه كانت عظمه. عايزه اقول لكم الحتت اللي بتشد اللي هي ايه اللي فيها دهن الابيض ده، لكن هي بصراحه كانت اللحمه دايبه، وكان طعمها في منتهى الجمال. وطبعا بقى مشويه على الفحم، فطبعا هتبقى جميله، وشويه رز وشويه بطاطس. جينا بقى يا ستي لتاني يوم، جبت 4 بصلات كده. طبعا الحواوشي انا عاملاه قبل كده في القناه، بس انا بختصر لكم الموضوع عشان ايه، انا صورت الفيديوهات دي فقلت ايه لازم اوريها لكم يعني. جبت 4 بصلات وحطيت معاهم قرنين فلفل خلطتهم، وكمان ربع دهنة او ليا. وحطيت كمان عليهم 4 5 معالق كده فول صويا بعد ما نقعناهم. وحطيت ورقة ماجي، وحطيت كيس بهارات من الحواوشي كيس كامل، يعني طبعا احنا هنعمل نص كيلو لحمة. وحطيت الفلفل الاسود والملح بس، ما حطيتش برضو حاجات اكتر من كده. عايزة اقول لكم بهارات الحواوشي بتغنيني عن اي بهارات تانية. بس كده خلاص. وابتدي بقى ان انا
اخلط كل ده مع بعضه كويس جدا جدا. طبعا مش هستكفى بالمعلقه لانه مش هينفع، فهضطر ان انا اعمل بايدي. تمام. وهنحط على الكميه دي كلها نص كيلو لحمه. انا مش عايزه حد يحكم على اللي انا بعمله ده او يقول لي مثلا انت حاطه كميه كبيره قوي من الحاجات على اللحمه، الا لما يعمل الطريقه ويجربها ويدوقها. لو ما عجبتكوش انا راضيه باي تعليق انتوا هتقولوه، مش هقول لكم اي حاجه. تمام. وبقبل اي حاجه واي انتقادات بقبلها، مفيش اي مشكله. بس يا ستي جبت بقى اللحمه وحطيتها كده، وابتديت بقى اللي انا اعجن في اللحمه اكنك هتعجني عجينه. انا ممكن اقول لك حطيها في الكبه، بس مش عايزاها تحط في الكبه، انا عايزاها تعمل كده بالايد زي ما انتوا هتشوفوا. تمام. انت بقى حابه تلبسي جوانتي براحتك. عايزه اقول لكم بقى ايه، احنا هنا في مرحله الاستغلال. انا كده عملت فيديوهين عشان اوريكم ماما بس ايه، ان انا برضيها ست الحبايب، والجنه تحت اقدام الامهات. المهم جبت بقى اخر حاجه اللي هي الايه، البوتوكس اللي احنا متفقين عليها. هنعمل نفخ للحمه، وهنعمل لها بوتوكس وهننفخها، وحطينا لها اكس بيكنج باودر. وابتديت اللي انا اقلب كده شويه، وهنسيبها ان هي ترتاح في التلاجة. وبعد كده يا ستي هنبتدي بقى نحطها في العيش بتاعنا. سيبناها بس ترتاح ربع ساعة، وبعدين بقى جبت العيش العظمة ده. هي عملت معايا 15 رغيف حواوشي. تمام. عايزه اقول لكم كان جميل جدا جدا جدا. انا برضو مش هقول لكم حلو ولا وحش، انتوا جربوه واعرفوا بنفسكم. ادهم بقى كان واقف جنبي وكان ايه، حب ان هو يعني يناول لي العيش، فقلت له يلا يا ادهم اقف ناول لي، افتح الرغيفه كده. وهو بيحب يقف يتفرج عليا وانا بعمل الحاجه وناولني. المهم بقى ايه، عملت بقى الحواوشي كله زي ما هنشوف كده دلوقتي. طبعا طريقه التسويه انا مش هجيبه وانا بسويه، انا سويته في البيت عادي. بس انا قبل كده عامله لكم الحواوشي، اللي حابب يشوف طريقه التسويه ويشوف المقادير اللي انا حطيتها والحاجه بالظبط من الاول للاخر، يشوفوا على الفيديو اللي انا عاملاه بتاع الحواوشي عندي. ادهم بيقول لكم حطوا اللايك، فياريت تحطوا اللايك عشان اللايك ما بيكهربش. المهم بقى يا ستي، رحت عملت بقى 15 رغيف. وزي ما قلت لك لو عايزه تشوفي طريقه التسويه هتشوفيها في القناه بتاعتي برضو. انا عامله حواوشي عاملاه من الاول للاخر. بس بقى كده عملنا ال 15 رغيف وسويناهم، وعملت جنبهم طبق المكرونه العظمه ده. طبعا ما كانش طبق واحد ده انا عامله العيله. المهم نقيت كده ايه رغيف يكون بارد شويه عشان اقدر اللي انا اقطعه. بصوا بقى بصراحه جميل جميل جميل. لو انت عايزه تعملي كميه هتعملي بالطريقه دي، لكن لو انتوا نفرين بس وهتعملوا على قدكم مش لازم تحطي اي حاجه من اللي انا حطيتها دي، استكفي بالبصل والفلفل بس يا ستي. وادي الحواوشي ودي كانت اللحمه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وما كنتش طولت عليكم. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد، ومع الف سلامه.